مساء العسل عليكم او صباح العسل على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو ده. التوب شيف طلبت مني كتير جدا اتعامل لها باقات. قبل ما اتكلم على التوب شيف هتكلم الاول على اختيار طقم الجرانيت، لان بتدخل لي بنات كتير جدا وبتدخل لي ناس كتير جدا مش عارفه المعايير الصحيه لطقم الجرانيت. واحفظ الفيديو ده سيف عشان لما تيجي اشتري من عندي، اشتري من عند غيري، تبقى عارف المعايير الصحيه للطقم الكويس. حله تقيله، الجرانيت ناعم، الحرف لما بيكون عريض ومطلي بيبقى واخد كذا طبقه طلاء. الجرانيت الناعم يعني ديكاست، ديكاست يعني مش رش صينيه. الجرانيت الديكاست اللي هو الناعم ده الجرانيت الصحي. الحله التقيله دي تعيش معاك عمر. الحرف عريض ومطلي واخد كذا طبقه طلاء. يبقى ده وانت بتشتري اي طقم جرانيت لما تتوفر فيه المعايير دي يبقى الطقم زي الفل. طب الاسعار بتختلف على حسب ايه بقى؟ لا، بتختلف على حسب حاجات كتير. مصري ولا مستورد، على حسب تكوين الطقم، على حسب اليد خشبيه ولا ستانلس ولا يد منه فيه، على حسب الحله مربعه ولا مدوره، على حسب حاجات كتير جدا بيختلف الايه الاسعار. طيب الاطقم هنقول عليها متبعه كل المعايير الصحيه. في حاجات كويسه حلوه قوي قوي قوي. النيو فلام، السافلان، الاوكسفورد، النيو كلاين، النيرا، اللينز، على اختلاف اسعارها وعلى اختلاف ماركاتها وعلى اختلاف تكويناتها كلها. والمارتيف كلها حاصله على شهاده الايزو. والجيجيليا، الاطقم دي كلها على اختلاف ماركاتها وعلى اختلاف اسعارها على اختلاف تكويناتها حاصله على شهاده الايزو. يبقى كده احنا عرفنا الطقم الجرانيت يبقى كويس امتى، عرفنا الفروقات ما بين الاطقم وبعضها في التكوين وفي الايه وفي شكل الحله وفي شكل اليد. طب نيجي نتكلم دلوقتي على التوب شيف. التوب شيف مصري ينافس المستورد. يعني ايه ينافس المستورد؟ يعني متبع كل المعايير الصحيه للطقم. المصنع بتاعه حاصل على شهاده الايزو. شهاده الايزو للي مش واخد باله او للي ما يعرفش، دي ما بيحصلش عليها الا المصانع اللي متبعه كل المعايير الصحيه في الانتاج بتاعها، او الاماكن اللي بتقدم خدمات ومتبعه كل معايير السلامه. تمام. المصنع بتاع التوب شيف حاصل على شهاده الايزو، اذا هو متبع كل معايير الايه الجوده والسلام. بقى جرانيت جديده، في حاجه اسمها ايه؟ اسمها تشميع الجرانيت. تشميع الجرانيت يعني ايه؟ بتقوم انت جايب زيت سخن وتقوم رايح داهن الحاجه بالفرشه، زيت السخن كده، وتحطه على النار. نار ايه؟ نار هاديه، لحد ما يلزق فيها كده الزيت. تغسل بميه دافيه، دي بتسد المسام فبيعيش معاك الطقم فتره اطول واطول فتره ممكنه. فتعمل دي بمجرد ما تشتري اي طقم جرانيت، مش شرط طقم بعينه، اي جرانيت تشتريه اعمل حاجه اللي هي اسمها تشميع الجرانيت، والطريقه زي الفل. ده بالنسبه لتشميع الجرانيت والطريقه الصحيه اللي انت بتستعملها لما تكون بتشتري او جايب طقم جرانيت جديد او مقلايه او صينيه ايا ما يكون مختلفه. طيب البقايا الحلل التوب شيف الفردي. طب اللي بياخد حلل التوب شيف الفردي ده يعني بيفرق ايه عن اللي واخد طقم؟ الطقم بيبقى عايز مبلغ على بعضه، ايا ما تكون بقى ماركته او تكوينه عايز مبلغ على بعضه. اما الفردي كل ما يتوفر معاك حاجه تروح تجيب حله، تروح تجيب صينيه، تروح تجيب مقلايه، تروح تجيب حاجتين مقلايه وصينيه وحله. بيبقى مش عايز فلوس كتير زي فلوس الطقم. عشان تجيب طقم كويس، عايز تجيب طقم براند، عايز تجيب طقم العمر بقى، عايز مبلغ. اما الحاجات الفرديه سهل انها تتجاب بفلوس، معانا فلوس في ايدينا. اي باقة من التلاتة اللي انا هقولهم دول اقل من 2000. انت براحتك بقى في المقاسات. يعني مثلا على سبيل المثال دي صينية مقاس 26، مقلاية مقاس 24، والحلة مقاس 24. ماتيريال زي ما انت شايف على الطبيعة كده، الجرانيت الديكاست الناعم، الحرف العريض المطلي، الماتيريال التقيل، البراند اللي انا قلت لك عليه من شوية اللي هو التوب شيف، مصري ينافس المستورد. التلاتة مع بعض أقل من 2000. ده حصريا، عمرك ما تعرف تجيب التلاتة مع بعض دول أقل من 2000 غير بداخل سنتر ماما نوده. الحمد لله رب العالمين. وأنا حريصة إن أنا أقولك أقل من 2000 ليه؟ عشان مش كل الناس هتاخد نفس المقاسات، فاللي عايز يبدل في المقاسات براحته. أنا بوريك على سبيل المثال. الباقة التانية كانت الصينية مقاس 26، حلة مقاس 22، ومقلاية مقاس 24، برضو أقل من 2000. تلاتة مع بعض أقل من 2000. بدل في المقاسات براحتك على حسب اللي انت عايزه. أنا بوريك الماتيريال، بوريك الخامة على الطبيعة، الماتيريال على الطبيعة. انت براحتك بقى هات المقاس اللي انت عايزه، بس أنا بقولك التلاتة مع بعض كده أقل من 2000. طبعا بتختلف
يعني الفلوس بالظبط على حسب المقاس اللي انت بتاخده. تمام. هنا بقى ده عشان كانوا الحجم كبير، اللي هو صينية مقاس 30 حلة مقاس 28، ما جاش معاهم قطعة تالتة عشان ايه سعرهم طبعا اغلى من المقاسات التانية، فجبت معاهم طقم توزيع الشيف براك اللي هو 13 قطعة عشان يبقى اقل من 2000. التلاتة مع بعض اقل من 2000. براحتك بقى في المقاسات، بدل في المقاسات براحتك، اختار قطعة، اختار 2، اختار 3، هات اللي انت عايزه. الفكرة ان يكون الماتيريال المظبوط، البراند كويس، السعر الحصري بفضل الله، وحصريا بداخل سنتر ماما نودة. اسأل مكان ما تحب، وخلينا احنا الاخر. دمتم بكل خير، دمتم عيلتي الكبيرة.